السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع دخول رمضان جبت هنايا زوج تاع الدجاج. يعني تبغوا تنقوهم، تبغوا احنا كانت عندي عرضة، بغيت برك نعطيكم الطريقة كيفاش تنقوهم. هنا تحكموا الدجاج تاعكم، اذا كانوا فيهم يعني هذوك لي زابا ولا تنقوهم، تقلعوهم اول حاجة ومن بعد تنقوهم مليح. وبعد تجيبوهم هنايا. انا كنت غسلتهم، بصح انا نحب نقطعهم هكذا ومن بعد نزيد لهم القارص احسن، بس ما مش راح تتنقى لكم مليح، باسكو تلقاو فيها الدم. يعني تغسلوهم 4 خطرات ولا وتحكوها بالقارص من برا، ومن بعد ديروا البسينه تاعكم تاع الماء وديروا فيها الخل. ومن بعد تجيبوا القارص تاعكم وتحكوا هذوك الاطراف مليح مليح بالقارص باش تروح هذيك الزفاره. يعني كي تنقوها كيما هكذا يكذب عليكم الا يقول لكم تتنقى لكم مليح، بالعكس تبقى فيها هذيك الزفاره، بسكم من الداخل ما تتنقى لكمش مليح. تقبضوها هنا، تحكموها، تقطعوها منها، تقطعوها ومن بعد تنقوهم كيما اللي نشروهم، يعني مقطعين وحنا برك نقوهم. يعني المره اللي فاتت حطيتوا لي بزاف تعليقات، قلتوا لي من فضلك حطينا الطريقه باش الدجاج تاعك خرج لك بيض كيما الشحمه. يعني هذه هي الطريقه تاعي، انا ما عنديش طريقه واحده اخرى. الا شريت الدجاج، انا مره فاتت كنت شاريته مقطع، يعني غير شوضته برك ودرته في الباسينه، ودرت له القارص ودرت له الخل، ونقيته مليح مليح ومن بعد شليته مليح باش خرجني هكذاك. يعني القارص هو اللي راح يبيض لكم ويعطي له هذيك الريحه تاع الزفاره هذيك تاع الدجاج تروح كامل منه. وانتوما كيما تحبوا، يعني كيما دروك رانا في شهر رمضان، قادر زوج دجاجات تفوتي بيهم اكثر من 10 ايام، سورتو الا كانت عائله صغيره. يا اختي راهو كلش غالي، عارفه كيفاش ديري التدابير تاعك في دارك. يعني نهار هذاك الصدر تاع الدجاج كيما هذا تقدري تقسميه، نهار ديري لي بولات، نهار ديري هارولي، نهار ديري زعما حمص بالدجاج، نهار ديري جلبانه. يعني ماشي ديري كميه كبيره، يعني قادر غير كويس من هذا. يعني كيما هكذا كويس، ولا ديري غير قيس كويس برك تحطيه فوق الطبق تاعك الرئيسي هذاك، تحطيه في الوسط. هذا مكان. شوفوا قلت لكم، شوفوا مالقري غسلتهم بصح تلقاوهم من الداخل يعني فيهم هذاك الدم. هنا شوفوا بعد ما غسلتهم يعني شوفوا كيفاش تحكهم بالقارص، كيفاش تجي تلمع هذيك الجلده وما يجي فيها ريحه الصفاره، ما يجي فيها والو. هنايا شوفوا وريت لكم برك، ومن بعد كنا زدت كملت انايا ابي بري باش انا ذاك النهار كنت راح نطيب بيهم. يعني نتوما اذا ما طيبتوش بيهم عادي تكملوا تديروهم يقطروا مليح مليح، ومن بعد تخبوهم في الاكياس اللي وريتهم لكم المره اللي فاتت، ولا تحبوا تخبوهم في علب بلاستيكيه، ولا كل وحده وطريقه تاعها. انا حطيت لكم المره اللي فاتت الطريقه، وهذه المره حطيت لكم يعني كيفاش تغسلوا، طريقه غسل الدجاج، وراح تجيكم ريحته شابه وراح يجيكم بنين. دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم.